عسام ستارك. عسام مرحبا. ستارك عندك كلمات ما تكلمتش، نحبوا نبداو بخطاب رئيس الدولة المؤقت يوم الخميس 3 مارس، شنو رايك؟ والله تفرجت فيه وقفت معناتها كيفاش يقولوا بالتونسي مخي وقف ضغط وقت اللي ريت في المبازع يتكلم على الثورة وحماية مكاسب الثورة وحماية دماء الشهداء و بالبقية ما تصمتوش، قعدت نغزر هكا باهت في التلفزة، جاتني صدمة، فما حاجات نتصدم بهم. وزدت نهار اثنين وقفت قدام بياع جرايد، الجريدة هذه معناتها كل واحد عنده حكاية. احنا في تونس يقول لك لما تجرى لك حكاية كبيرة يقول لك هذه نحكيها لحفار قبري. هاي ترى فيها حكاية بالله بالكاميرا واو. فوي دو روت بور لا دوزيام ريبوبليك فوق المبازر قدام ما نعرفش. والناس كل سألتني شنو هي رايك؟ ما عنديش راي، عندي صدمة جاتني. ماذا بيا انتوما تفهموا والو علاش انا تصدمت، علاش تحبني ديما تاخذ رايي معناتها ما نجمش نتكلم، ما نجمش نقول رايي، ما تقولوا كلامي كاسح نسكت. في ورد المبازع يحكي على الفوي دو روت دو لا دوزيام ريبوبليك في لابريس، شو عندي ما نحكي؟ الحمد لله مازلت حي نتنفس. سي طارق، شنو هو رايك في الكلمة والتوضيحات يلقاها السيد وزير الأول سي باجي قايد السبسي، وشنو رايك في التشكيلة الحكومية؟ والله سي باجي قايد السبسي توا أنا بيدي قلت كي ناخذوا إنسان كبير من كبير العائلة هو اللي باش يتصرف في الأمور، كلامه واضح. قال معناتها عطاه الأهداف نتاع الخطة نتاعو، قال استرجاع هيبة الدولة ونوصلوا للبلاد معناتها انقاذ، عملية انقاذ، ونوصلوا للمجلس التأسيسي الانتخابات تحدوا نهار 24 جويلية. وكلامه واضح، وقال على القطيعة باش تجرى وسيحرص عليها وكل واحد باش ياخذ حقه، وأعلن على نيته باش ينظف. مازال عنده توا معناتها ما عملش حتى أسبوع باش يشد مكانه. احنا اليوم في 8 مارس نزيدوا 10 ايام 15 يوم ونشوف. انا نحكم على الفعل، على الحاجات اللي صاير، نامل انه تبدا عنده الامكانيات اللي في يده، ما نشوفش في قوه شخصيته باش ينفذ الشيء هذا. مثال الناس اللي عملوا لهم حجزوا لهم اموالهم، اخوة نعيمة هذه جماعة ولاد خو المهدي مليكة وواحد، توا خلوا يلزم القانون ياخذ مجراه ويعملوا لهم دوسيات. ما نراش باش يعملوا لهم دوسيات، ينجموا يوقفوه وخليش يحبوا يعملوه الدوسي. كتاب، بيبليوتيك، مكتبة سهلة واضحة الأمور. أنا نحب كي مصر وش طلبت أنا باش تكون قطيعة؟ إيقافات مش حاجة أخرى. إذا كان يحبوا يسترجعوا هيبة الدولة إيقافات، ناس تتوقف تتحط في الحبس، كلامي واضح. إن شاء الله هذا يعملوه. ولكن سي باجي يقول لك مثلا في المحكمة ما نجموش نحيوا حاكم 50 حاكم مع بعضهم، مراش عليهم تنجم تنحيهم، لا عندهم ميليش ولا شيء. تبعث ورقة حطوا في دار معروفين، ومن بعد تو يشوفوا البحثهم. معناتها تو الشعب يستنى في الفعل، خليه له الوقت تو راهو الفعل نتاعو. كان فعل وسانده كما سندت تسميته، وانا الوحيد اللي سندت، اظن الوحيد. كلهم طلعوا هذا من وقت البي، هذا راجل كبير، هذا ما استشرناش. اذا كان على النية هذه نبداو معاه 100%. اذا كان ما فماش الحزم اللازم سأتكلم. انا ما نعطيش سكت ابيض لحتى انسان مهما كان. سي طارق، البارح عطاو ترخيص ل10 احزاب جدد، حبوك تجاوبنا بكل وضوح، ناوي تأسس حزب ولا لا؟ نبداو بال10 الاحزاب اللي ما نعرفش قد يوصلوا 40 26 ولا ما نعرف، العدد كبر ولا 30. منهم حزب الوطن هذا جديد فيه تجمعين قدم، اليوم حلوا التجمع وفما حزب جديد تعمل تاعهم هاكا الوجه جديد. وفما كلام معناتها التجمعين كل ما كانوش خايبين، خاصة الكبار. أنا قلت التجمعين مش خايبين، ولكن في الكبار كلهم يحبوا ينضافوا. وفما الإعلام زاد لازم الحكومة هذه معناتها تفهمنا فيه. فما ناس توا كما موزايك عيطت السي كمال مرجان،
قال معناتها حاجه نظيفه ياسر، قال ظهر نفسه وجه نظيف، انا من عندي ما نحكم عليه. البارح حيث وزير الدفاع يحكي لنا كيفاش جرى 14 نهار 14 جانفي معناتها وشنو اش عمل، والناس تسمع. كمل على تونس يسخر الماطري يحكي لنا كيفاش انقذ الاقتصاد زاد. ما بدات بشويه بشويه. عاد مراش انا الناس اللي خدمت وزراء مع بن علي يعيطوا لهم وبنصيفه ساعات عيطوا. ساعة اخلاقيا خدمت وزير مع بن علي ان شاء الله تنظف روحك. ولا طالعين بالوقاحه ويحكيوا على نظافتهم. خاطر نظافه مش ماديه برك، اخلاقيه في السياسه. معناتها قاعدين يزرقونا بالطرف بالطرف. وهذه موزايك كانت عندها 13% من عند بالحسن الطرابلسي. قال لك غصبوا علينا تو الناس كل اللي مكمكوا في البلاد بالغصب كلهم ولاهم ساكنه يسخفوا. كان وزير يسخف يقول لك انا خفت، واذا كان واحد عمل شان نتاع راديو انا بدي خفت معاهم. كلهم خايفين، كلها باش تولي بلانش ناج توا تونس. باش ندافع على زين عابدين بن علي انا اليوم. توا شنو الكل منه هو؟ ما عاونتوه زعما بالقفا، ما غلطوهش بالتقفيف. لولا الكوميديا هذيا في اجهزه الاعلام من الحاجات اللي باش تحاسب عليها الحكومه. وفي الليستات حتى نرجع في الاعلام توا انا معناتها اول واحد واجهت بن علي وواجهت عائلته وسميت في الليسته نتاع الناس اللي رزقهم مفكوك عليه تحطوا الابناء سامي ولاد صغار عمرهم 4 5 سنين. ما هو بالحسن الطرابلسي مثلا حاجتك بالفلوس اللي حطهم لنا وابناؤه ولد عمره 4 5 سنين تخرج له اسمه في الجريده عليه. انت كي تحبوا تحكيوا بالقانون هاو القانون الصحيح. ما نمسش وليدات صغار، ما نمسش طفله خذاها واحد من العائله المالكه مكتوب. اما تجي تقول لي مثلا مليكه هنا قاعدين نحضروا له في الملف. اش تحضر له في الملف؟ توجهوا بيدو ملف وحطوا وقرر الملف قداش تحب كبره. هذا كله باش تحاسب عليه الحكومه. وقطاع الاعلام نطلب زاد معناتها هو اللي ماشي في الراي العام الصريح حق تفكت قبل دار الصباح. هذه الحاجه نتاعهم قمه القفه لبن علي، قمه بالقلم نتاعو. تو اليوم يحكي على الثوره كله. هذه حكايه الاحزاب، حرين الاحزاب تو ولو اني خرجت عن الموضوع. هي عندي نيه في تكوين حركه باش نسميها حركه اقامه الجمهوريه الثانيه. حركه لاقامه الجمهوريه الثانيه مش اللي يحكي عليها سي هذه قلت لكم هذه من هذه الجريده باش نعلقها في بيتي باش نعملها كواتو. وان شاء الله الشباب يحرق فيها ان شاء الله معناتها ترابط اجيال وفيها معناتها سادات من كل الانواع كل الاتجاهات. مانيش مخبي في هذا. وكما عندي نيه زاد في إقامة قلتها في تأسيس نقابة. فماش علاش ما ربيتش هذا من هذا. وسأنشط في الزوز بقدرة الله. الناس كلهم باش تعمل حزب باش تعمل حزب باش تعمل حزب باش ان شاء الله معناتها نكونوا يستشارونا زاد يستشارونا كجمع الجمهوريه الثانيه الاعضاء في حكايه الانتخابات. انا مش من ياسر من نهار 24 جويلية باش تجر اللوائح بيدهم مش واضحه. هذه باش نعملها فيديو كامله غدوه ولا بعد غدوه باش نوضح كيفاش لازم تكون الانتخابات. وعندي راي في البلاد فما ناس تتبع فيا. و إذا كان باش يقعد يتم الحصار عليه هذا الإعلامي سيفاجعون. أنا بن علي وضربته في الإعلام من غد. الساتيليت راهو مازال موجود ردوا بالكم وأسهل لي بياسر باش نعملوا من هنا. هذا اللي حبيت نقوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشك.